اللحظات تناول حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اوصى فيها الصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي اصحابه. وهذا الحديث يرويه العباد بن سالم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم، هذا التحذير للصحابه رضي الله عنهم. قال: واياكم محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. الفوائد من هذا الحديث: الفائده الاولى قيمه التقوى. مثلا اول وصيه وصايا الصحابه قالوا: اوصيكم بتقوى الله. والتقوى هي ان تجعل بينك وبين المعاصي حاجزا، تجعل بينك وبين المعاصي حاجزا. واكثر شيء يقع الانسان يعني في حياته هي المعاصي، وهي سبب لهلاك الانسان ودماره. والمعاصي سبب